السلام عليكم. مرحبا ومرحبا بكم في مطبخ نبيلة. أنا نبيلة اليابانية، وغادي نعرسكم اليوم بوصفة يابانية سهلة. اليوم غادي نقدم لكم تاماغوياكي اللي هو أومليت ياباني. في اليابان كاين بزاف ديال الأنواع ديال تاماغوياكي. الناس اللي كيمشيو لليابان كيعجبهم بزاف دشي ماك تاماغو، ولكن تحضير المرق دشي خارج اليابان كيكون صعيب. باش هكا اليوم غادي نوريكم واحد النسخة ديال الدار بلا مرق، وكل دار عندها الطعم ديالها. فعادة في طوكيو الشرق كيضيفوا سويا مع السكر باش يجي حلو، وفي أوساكا الغرب ما كيستعملوش السكر، كيعجبهم غير الصويا. ممكن تزيدوا الخضرة ولا أي مكونات اللي تعجبكم في الوسط. إذا استعملتوا الصويا اللون ديال البيض كيولي غامق. إذا بغيتوا يبقى أصفر زوين استعملوا الملحق بلا صوية، ولا استعملوا الصويا الخفيفة اللي كتجي بلون فاتح. المقادير: تاماغوياكي أصفر 3 بيضات، رشة ملحة كبيرة، رشة سكر صغيرة، معلقة كبار ماء، وزيت. المقادير: تاماغوياكي بصويا 3 بيضات، معلقة ونص صغار صويا، معلقة كبار سكر، وزيت. طريقة التحضير: خلطوا البيض مع التوابل بلا ما تديروا رغوة. سخنوا المقلاة وديروا الزيت مزيان. صبوا البيض على 3 حتى 5 مرات وطيوه بشوي. باش تسهل العملية استعملوا سباتولا. إذا ما جاء الملفوف مزيان لفوه في الألمنيوم ولا حصيرة السوشي. وما تنساوش أنا مجهزة لكم فيديو آخر خاص بتاماغوياكي بالخضرة. وغادي نوريك فيه حتى الطريقة ديال المقلاة المدورة. أما بالنسبة للمرق ده شي إلا بغيتي وتشوف كيفاش تستعمل كتبوا لي في التعليق،
وربما ندير عليه فيديو خاص. سجلوا في القناة واستناوا الجديد، ولا تنسوا لايك وبرطاجي.